السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل شويه سندوتشات حلوه وسريعه وحاجه طبعا مضمونه ومعموله بايدينا في البيت. هنعمل النهارده شيش كفته وعندنا عيش تورتيلا كمان. هنعمل بقى سندوتشات كده اللي بتتعمل في الشارع بس طبعا انضف كتير. يلا بينا بقى عشان نشوف هننفذ وصفتنا الحلوه دي ازاي وهنعمل الكفته وطريقتها ازاي مع بعض. يلا بينا. طبعا في البداية خالص عندي نص كيلو من اللحم المفروم، احطهم كده في الكبة. وبعد كده عندي بصلاية ونص كده او بصلتين الا ربع يعني، ابدأ ان انا احطهم كده برضو عليهم. وكمان عندي شوية بقدونس، انا عايزة ورق البقدونس مش عايزة العيدان عشان ما تبانش في الكفتة بتاعتي. وبعد كده بياض بيضة زي ما انتوا شايفين كده، وعليهم بقى معلقتين من النشا. طبعا الحاجات دي كلها هي اللي هتربط لي الكفتة بتاعتي. وكمان ربع معلقة كده من البيكنج باودر. نجيب بقى شوية بهارات حلوين من عندنا ونبدأ نحطهم. عندي كاري، عندي ملح، عندي كمان فلفل اسود، عندي كمون، عندي كزبرة ناشفة. اهو حطينا كل المكونات او كل البهارات اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نبدأ ان احنا بقى ايه نضرب على السرعتين اللي عندي الكفتة بتاعتي دي يعني لحد ما تتجانس والبصل طبعا يختفي خالص من الكفتة ما يكونش باين معايا. وضربناها اهي اول مره. طبعا زي ما انتوا شايفين البصل باين برضو. انا هرجع تاني وهبدا ان انا اضربها تاني كده لحد ما البصل يختفي خالص معايا. انا مش عايزه ملمس الكفته يكون ناعم، ما يكونش فيه حاجات بارزه كده منها يعني. كده خلاص الكفته بتاعتي بقت تمام التمام. طبعا عارفين ان احنا ما بنشتغلش بيها على طول، لازم ندخلها التلاجة اقل حاجه مثلا ساعتين تتشمع كده، او الفريزر كمان يعني دخليها الفريزر احسن، ممكن تاخد معاكي ساعة كده تتشمع تشميعة حلوة وبعد كده نبدأ نشتغل بيها. اهي بصوا بقت ليها عرق اهي، خلاص كده تمام. ندخلها بقى على الفريزر يعني حوالي ساعة كده وبعد كده نطلعها نشتغل بيها. طلعناها بعد الساعة اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا بقى ابل ايديا كده بلة زيت علشان ما تلزقش في ايديا، ونبدأ ان احنا نكورها كده. انا عايزة الكفتة كور كده عشان تبقى في عصيان الشيش طاووق كده يعني شيش زي ما بنعمل الكباب والفراخ شيش كده، هنعمل برضو الكفتة نفس الموضوع. هنكور كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة كده. طبعا الكور هحاول انها تكون كلها قد بعضها. وبعد كده هنجيب بقى عصيان الشيش زي ما احنا شايفين كده، ونجيب برضو شوية خضار. عندي بصل وعندي فلفل اخضر وعندي طماطم. طبعا هحط ايه شريحة كده من البصل والفلفل والطماطم وبعد كده واحدة من الكفتة، وهكذا لحد ما اخلص كل صباع الشيش اللي عندي. وهتطلع بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. اهو ده اول صباع اهو معانا. وبرده جايبين صينية وفي ارضيتها شوية مية، وهبدأ ان انا ايه اعلق كده عصيان الشيش زي ما وريتكم قبل كده في الفيديو بتاع الشيش كباب اللي احنا لسه عاملينه يعني من يومين كده. اهو عملنا كده تاني واحد اهو، ونقفل عليه بالبصل كده والفلفل والطماطم. حاجة كده تحفة اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا كل الكمية اهو، وبرضو هندخل على الفرن على طول. مش هنسوي ولا على جريل ولا على شواية كهرباء، هندخل على الفرن وهتاخد اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده اللهم بارك. حاجة كده تحفة، غير الريحة طبعا كانت في الفرن حاجة وهم يعني. لو عايزة تزودي حاجة تانية ممكن ان احنا نعمل فحمية كده ونغطي على الكفتة بتاعتنا، هتاخد ريحة الشوي جدا وهتبقى تحفة برضو. كده خلاص خلصنا. طلعناها اهو من الفرن وخدت لون. تعالوا بقى نرصها كده في الطبق بتاعنا، حاطين فيه شوية بصل وشوية بقدونس كده ونرصها. وهنعمل بقى احلى سندوتشات دلوقتي مع بعض. تعالوا بقى نجيب عيش التورتيلا اللي عندي. انا عندي عيش تورتيلا، لو انت عندك عيش سوري هينفع برضو جدا في الموضوع ده. هنجيب بقى اول صباع كفتة كده. طبعا حطينا كده ارضية من البقدونس وعليه الكفتة بتاعتي. ونجيب بقى الصوصات اللي عندي مايونيز، عندي مستردة، عندي كاتشب. حطينا من كل الانواع دي كده ونقفل من الجوانب وبعد كده نقفل كده. ونحط الطاسة طبعا تكون سخنة وفيها نقطة زيت كده على النار، ونبدأ ان احنا نديها لون كده حلو، ونقلب من الجوانب كده لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. دي طبعا خطوة الساندوتش اللي احنا بنعمله اهو. وبعد كده قطعناه من النص وطلع بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده تحفة اللهم بارك. يعني حاجة فعلا الولاد فرحوا جدا بالوجبة دي. كانت جديدة وكمان سهلة جدا على فكرة وما خدتش وقت مننا خالص يعني.
دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تعجبكم. جربوا بقى كده وقولوا لي رأيكم فيها ان شاء الله، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك للقناة علشان يوصلكم الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. والسلام عليكم.